عودة برشلونة إلى الكامب نو، كامب نو سبوتيفاي الملعب الجديد. برشلونة رجعت الملعب وكانت بتلعب أتلتيكو بالباو وفازت برباعية مزيكا، 4 أهداف أجمل من بعض. أسيستين لامين يامال، الفران توريس سجل هدفين، ليفاندوفسكي افتتح الماتش في أول 5 دقايق، هدف جميل جدا بشماله. أيوه ليفاندوفسكي، كابتن ليفاندوفسكي كان واخد شارة الكابتن النهاردة. هو أقدم لاعب في الفرقة في غياب طبعا كل اللعيبة الكباتن الكبار. وطبعا كان برضه هدف من فيرمان لوبيز. طبعا تشكيل هانزي فيليك، البداية من يمين لشمال. طبعا عودة الماتش شهد عودة أغلب المصابين كلهم. وطبعا حراسة المرمى خوان جارسيا أخيرا رجع العرين بتاعه يأمننا ورا، شال كور وصد وكان راجع فايق. من يمين للشمال عندنا كوندي، عندنا كوبارسي، جيرار مارتن، بلدي. نص الملعب طبعا في غياب ديونج وغياب بدري كان بيلعب إيريك جارسيا وداني اولمو وفيرمان لوبيز، في غياب راشفورد وغياب رافينيا وكمان لامين يامال. فكان لامين يامال، ليفاندوفسكي، فران توريس. والماتش برشلونة كانت بادئة بقوة جدا عايزة تكسب. طبعا افتتاح الكامب نو، برشلونة اللعيبة كانت فايقة وطبعا كانت في حالتها وكانوا مركزين في الماتش، عايزين كمان يعوضوا الماتشات اللي فاتت. برشلونة أداء ولا أجمل ولا أروع. هانسي فيليك تشكيل جامد. الاحتياطي طبعا عامل تبديلات، برشلونة فازت 4، عمل تبديلات. طبعا برشلونة خلص 2-0، هدف ليفاندوفسكي وهدف الوقت بدل ضايع لفران توريس. الشوط التاني ابتدينا بهدف تالت، فيرمان لوبيز خطف هدف وبعد كده كانت في حالة طرد. يعني أنا شايف طرد مستحق، طرد عادل، كان لازم ياخد الطرد من أول. وكان مديله كارت أصفر وبعد كده رجع للفار، بس هو طرد، رجع أخد طرد، طرد عادل. وجون في الهدف الأخير برضه أسيست لامين يامال، فران توريس. 4-0 برشلونة مع الرافة ضد أتلتيكو بالباو. أداء ولا أجمل ولا أروع. طبعا مدرب أتلتيكو بالباو كان فالفيردي، مدرب برشلونة الأسبق. فبرشلونة أداء عالمي طبعا، شهد عودة كامب نو وعودة أداء وعودة البارسا وعودة ميسي اللي كان بيتصور في الملعب الكامب نو قبل ما يفتتحوه. فعودة كل النجوم وعودة المصابين وعودة رافينيا اللي نزل احتياطي، ليفاندوفسكي في الشوط الثاني. فيعني إجمالا برشلونة أداء عالي، وعايش برشلونة وعايش هانزي فيليك. داخلين على ماتش تشيلسي، عايزين بقى إيه أداء أجمل وأروع في الماتشات القادمة. طبعا عندنا كمان في الدوري الإنجليزي خسارة ليفربول، خسارة صادمة مفاجأة، خسارة التانية على التوالي قدام على ملعبهم الأنفيلد. خسروا من نوتنجهام فورست 3-0 مع الرأفة، برضو نتيجة سيئة جدا. فيها ليفربول، فيها أرني سلوت، فيها عم محمد صلاح، فيها أبو صلاح. كده المركب ليفربول بتغرق من الآخر، أنا قلت لكم المركب بتغرق. لازم تلاقوا حل كده، الدوري يبقى كل شوية هيصعب أكتر وأكتر.